اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أعمل النهاردة معاكم ريفيو عن ماكينة الزبادي دي. اسمها سمارت. في طبعا أنواع كتير جدا من ماكينات الزبادي يعني، لكن أنا الصراحة أول مرة أعمل فيها دي. أنا كنت جايباها في جهازي، تمام، بس أول مرة هجربها معاكم. بتعمل زبادي وبتعمل جبنه، مش عارفه بقى بتعمل جبنه ايه، جبنه قريش ولا جبنه بيضه ولا ايه نوع الجبنه اللي بتعمله. هي الصراحه كانت جايالي من السعوديه. عايزه اعرف الطريقه وكده. فالمهم قعدت ادخل واشوف الاجهزه زي كده اللي بتعمل زبادي بتاخد المده في قد ايه. في منهم 7 وفي منهم 4، واللي فهمته في الاخر يعني ان اي مكنه زبادي انت بتحطي فيها الزبادي يعني مثلا بتسيبيها ساعتين 3، تيجي مثلا على 3 ساعات ولا 4 ولا حاجه، بتمسكي العلبه وتحركيها كده. لو الزبادي لسه سايب شويه مش متماسك زي الزبادي اللي بنجيبه من بره، بتسيبيها تاني لحد ما بيتماسك، تمام. العلبة دي أو الجهاز الزبادي ده مكون من 6 علب، 6 برطمانات. متهيألي الكوباية أو البرطمان حوالي 200 ملي، تمام، حوالي 200 ملي مش أكتر. هو لو أنا معايا الكتالوج بتاعه كنت قرأتكم منه كويس، بصراحة أنا رميت العلبة بالكتالوج، تمام. في منها طبعا المربع، وفي منها المستطيل، في منها المدور، على حسب ما انت حابة. وفي منها 7 أكواب، في منها 5، في منها 8، في منها 6 زي دول كده، في منها ما شاء الله اللهم بارك بتبقى كبيرة طبعا مع الأنواع المختلفة 12 كوباية، تمام. في منها أنواع كتير جدا، بس ده النوع اللي أنا جبته أو جالي بمعنى أصح اسمه سمارت. فاحنا هنجرب بيها النهاردة إن شاء الله ونشوف هتطلع الزبادي عامل ازاي. طبعا احنا كلنا هنستخدم زبادي في رمضان كتير، والعلبة دلوقتي طبعا اكيد غليت، مش هتيجي عليها هي كمان. فانا هعملها واجرب الزبادي فيها عشان ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعة في شهر رمضان الكريم ان شاء الله. لو لقيتها كويسة هعمل فيها على طول، ومش هشتري ان شاء الله زبادي من بره تاني. طبعا هتبقى افضل بكتير واحسن بكتير لو طلعت لي زبادي كويسة. طبعا احسن ما بيكون العلبة فيها مواد حافظة وكده. والعلبة بصوا بقت قد ايه قد ايه. وبقت دلوقتي متهيألي ب4 جنيه او ب4.5، مش عارفة والله. المهم انت هتحتاجي في اول مرة هتحتاجي علبة زي دي كده صغيرة، او العلبة اللي هي البلدي اللي بتتجاب من عند اللبان اللي هو بيبيع اللبن السايب وكده، تمام. وهتحتاجي كيلو او لتر من الحليب مش اكتر، تمام. حبة لبن سايب، تمام. حبة لبن اللي هو المبستر اللي هو جهينة او بخيره او كده، او اي نوع يعني براحتك انت، تمام. هنسمي بسم الله كده ونشوف هنعمل ايه. اما حاجه يكون عندك لتر من الحليب، انا غلياه اهو، بس انا هشيل بس الوش بتاعه مش اكتر. طبعا هو عامل كده عشان كان انا بسيبه يغلي لحد ما بيطلع فوق عشان اتاكد ان هو غلى كويس يعني، تمام. متهيألي ده كمان اقل من اللتر شويه، بس انا على ما اظن ان هو هياخد ال6 كوبايات دول، تمام. هشيل بس الوش بتاعه عشان ما يبقاش تقيل. انا لو انتي حابه الزبادي يكون دسم وبوش كده عادي جدا هتعمليه بالوش، مش هيجرى اي حاجه، تمام. لكن انا حابه اعمله من غير الوش بتاع اللبن. قول بسم الله كده الاول. انا هعمل معاكم الزبادي ان شاء الله. انا الصراحه ما جربتهاش زي ما انا قلت لكم قبل كده، بس مش عارفه طريقه الجبنه ازاي. بس هوريكم دلوقتي. انا ما شغلتها قبل ما افتح معاكم الفيديو، لقيت ان في زرار بيشغل، لو دوست عليه مره يشغل بتاع الزبادي، ولو دوست عليه تاني مره بيشغل بتاع الجبنه، تمام. بس لو حد يعرف هي بتعمل جبنه ايه، قريش، جبنه بيضه كده، يقولي. وطبعا انت لو مش حابه تعملي، انا كده شلت خلاص، لو مش حابه تعملي زبادي ساده، ممكن تعمليه عادي بالفراوله، او تعمليه بالتين، تعمليه بالتوت، براحتك انت، تمام، حسب اولادك وحسب مزاجك انت، تمام. هجيب بقى عبوه الزبادي دي، العلبه الصغيره دي،
في ناس بيحطوا عليها الاول، بيقلبوها الاول بمعلقه لبن بودر في طبق كده الاول، بعد كده ينزلوه على اللبن، كميه اللبن اللي انت هتعمليها. انا الصراحه انا اول مره اهو، بس انا مش حابه اعملها بلبن بودر عشان ما يبقاش دسم برضو وتقيل، وعايزه اجربها كده الاول. انا هعمل كده مره وهعمل كده مره. تمام، هقول كده بسم الله واقلب العلبه. بصوا احنا زمان كنا بنعمل الزبادي، بس الصراحه من غير الجهاز الجديد ده. الجهاز ده طبعا من بدري نازل. ما كنا زمان بقى خالص اول ما بدأنا نعمل الزبادي في البيت، كنا بنعمله كده الاول في حله، في صينيه، نحط الكوبايات دي في صينيه، وكنا كان بيبقى فيه كده جهاز بقى بتاع زمان كده، كان بنبقى عاملينه زي الحله كده ليها غطا، وبيبقى نازل منها لمبه. تمام، بتحطي اللمبه في الفيشه وتكون قريبه كده خالص على الكوبايات بقى اللي عندك، كوبايات عادي جدا من كوبايات الشرب يعني، بس بقى ايه، انت بقى بتكوني موفقاها ان دي تبقى للزبادي. وكنا يا ستي بنحط بقى ايه اللمبه دي في الفيشه، وتبقى نازله كده عامله زي غطا الحله كده، وهي من تحت زي نظام حله، واللمبه نازله على الزبادي بس. وتحطي بقى الفيشه، وخمس ست سبع ساعات كده تقومي شايله الفيشه، بيكون خلاص الزبادي اتعمل. وفي ناس تانية كنت بشوفهم بيعملوا الزبادي يحطوه عادي في الصينيه ويشغلوا الفرن يدفوه، يخلوه يعني يسخن شويه، وبعد كده يدخلوا الزبادي ده في الفرن، يقعد بقى لحد مثلا لو هيسيبوه بالليل يقعد طول الليل، وتاني يوم الصبح مثلا يطلعوه ولا حاجة من الفرن. بيبقى خلاص اتعمل زبادي. هو الزبادي بيبقى محتاج بس اللي هو التدفئة، درجة حرارة بتبقى هادية بس طويلة، فهماني؟ بيكون عاوز تدفئة بس، بيقعد درجة حرارة، بيقعد وقت طويل، يعني ما بياخدش مثلا درجة حرارة قوية ويقعد مدة قليلة، لا، بياخد درجة حرارة يعني منصهرة كده شوية، وتسيبيه بقى 3 4 5 ساعات كده لحد ما يوصل للسمك المطلوب. انا بصوا كده بقلب، عماله اقلب الكوبايه الزبادي في اللبن لحد ما يختلط ببعضه كويس جدا، اهم حاجه. وشفت ناس بيحطوا عليها رشه ملح او يحطوا عليها سكر، مش عارفه الصراحه. انا هعملها كده معاكم اول مره، عشان انا برضو الصراحه انا ما جربتهاش قبل كده. انا جربتها قبل كده، انا كنت عندنا في بيتنا قبل ما اتجوز، كانت ماما هي اللي بتعمله، او تيتا كانوا بيعملوه. ما كنتش يعني بشوفهم ماما بيعملوه. فانا سمعت منهم بيحطوا رشه سكر لما شويه ملح، بس انا هجربه كده معاكم اول حاجه من غير ولا سكر ولا ملح، ونشوف هيطلع ازاي. بس اهم حاجه اقلب الزبادي كويس قوي مع اللبن عشان كله يتجانس مع بعض، ما يبقاش مكتل. ان هو داب كويس. واللبن ما يكونش سخن ولا ساقع، يكون مغلي مثلا وتسيبيه يبرد، بس كده، يتغلي وتسيبيه يبرد. بصوا انا كده خلاص خلصت اهو. هجيب بقى كده، اقول بسم الله، اجيب الجهاز، هفتح الغطيان كلها. انا هسيبه معاكم 3 ساعات، وان شاء الله في نص المدة هفتح عليه واشوف ايه اللي حصل. بصوا انا قبل ما احط الزبادي عايزه اوريكم حاجه. بصوا هي اول ما انا حطيتها صفرت، تمام، اول ما انا حطيتها صفرت. بصوا هنا في لمبه منوره زبادي، وهنا لمبه منوره جبنه، الزرار بيبقى فوق خالص كده كده، شغلت لي جبنه، بتدي انتظار عن الجبنه، تمام.
كده هدوس تاني، شغلت لي زبادي. متهيألي لو دوست تاني هتطفي، مش عارفه. هي كده نورت الاتنين، كده نورت الاتنين، مش عارفه بقى كده ده ايه. كده قفلت خالص، كده شغلت جبنه وزبادي. لا انا كده بقى هشغل اللي هي على الزبادي بس. تمام. وهبدأ اصب بس انا عايزه اشيل الاول. بس انا احسن هصب بالبتاعه دي عشان ما نلغوصتي العلبه نفسها. هطلع كده هنا الكوبايه وايه وهصب. بسم الله. تمام كده انا كده بدات اهو احط اللبن او الحليب على الزبادي ده. احطه بقى في الكوبايات اللي عندي حسب برضو الكميات اللي عندك. حسب الكميات انتي هتضاعفي المقادير. يعني انتي لو عندك طبعا كوبايات اكتر هتزودي اللبن، هتخليه مثلا لتر ونص على علبتين او علبه ونص من الزبادي. وبرضو بعد كده انتي ما تشتريش علبه اللي هو تعملي بيها، لا انتي تشيلي علبه من العلب دي اللي انتي عملتيها وتخليها هي دي الخميره بتاعه اللبن اللي هتعملي بيها المره الجايه ان شاء الله باذن الله. دلوقتي انا خلصت، بس الغطيان دي انا مش هغطي بيها دلوقتي خالص الا بعد ما يتعمل الزبادي. قبل ما احطه التلاجة بس هغطي بيه. انا كده خلصت، هسيبه بقى ان شاء الله كده 4 بقى 5 ساعات. انا معرفش هتقعد قد ايه مده، بس ان شاء الله هشوف وهرجع هوريكم تاني بعد ما يتعمل. خليكم معايا. والحمد لله كده خلاص خلص معايا بعد 7 ساعات. انا سبته الساعة 3 في الفيشة، قفلت عليه الساعة 9. شفته كده في النص مرتين، لقيته لسه شوية فكنت بسيبه تاني. لازم برضو تبص عليه، بس مش تبص عليه مثلا كل شوية تفتحي وتقفلي الغطا، لا. يعني انت طبعا لما تبص عليه هتلاقيه مثلا لسه وسط، لسه ميه شويه، لسه ما تمسكش. فانت هتعرفي ايه المده تاني اللي لسه هتسيبيه فيه. تمام. ما شاء الله اللهم بارك، بجد اداني نتيجه حلوه جدا كويسه خالص عجبتني. انا زي ما انا قلت لكم انا اول مره اعمله هنا في بيتي، بس الحمد لله ما شاء الله الماكينه دي او المكنه دي ادتني نتيجه حلوه خالص. هعمله طبعا ان شاء الله كده في رمضان معاكم. طبعا سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه. وانت واقفه كده او قبل ما تنامي تقومي قلبه علبه الزبادي على اللبن اللي عندك وهتحطيهم وتسيبيه في الفيشه وخلاص. تمام. هي حرارته هاديه خالص خالص زي الشمعه واقل طبعا بكتير. هو بيعمل على ان هو الانصهار البسيط جدا، بس مده سوى طويله. تمام. بس كده. ولو مش عندك الجهاز ده عادي جدا هتعملي برضو الزبادي وتحطيه على في صينيه كده او صينيه ألمونيا في الكوبايات. يعني هتحطي الخليط ده في الكوبايات وتحطيها في صينيه ألمونيا وتدخليها في الفرن. تكوني مشغله الفرن قبليها يدفى كده، بعد كده تسيبي فيها الصينيه دي بالزبادي. وبعد 5 6 7 ساعات كده تشوفيها الدنيا زي ما برضو انت لو عندك الجهاز ده برضو هتبصي عليه كل شويه. تمام. اهو زي ما بوريكي ما شاء الله متماسك جدا كويس خالص، مع انه لسه ما دخلش التلاجة يعني. فهغطي بقى كل كوباية بالغطا بتاعها وادخله التلاجة. تمام. تمام. المرة الجاية بقى ان شاء الله انت عايزة تعملي ومش عندك زبادي من بره، يعني مش شارية، ما عندكيش زبادي اللي هو بتاع بره ده، هتعملي عادي جدا بعلبة من الزبادي دول. هتشيلي واحدة كده على جنب تخليها هي دي الخميرة بتاعت المرة الجاية. فهماني؟ يعني انت كده مش هتشتري زبادي ابدا ابدا تاني في البيت لو انت جربتي تعمليه في البيت. مش هتشتريه تاني من بره لو انت جربتي تعمليه في البيت. بس كده. هبدأ بقى اغطي كل هغطي بقى كل الكوبايات اللي عندي دي وهدخلها عادي في التلاجة، وهيبقى استخدامنا بقى على طول. وبس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو اول مرة تشوفيني انا نور العياط، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل فيديو انزله يجيلك اشعار بيه. وتحطي لي لايك. بس كده وخلصت خلاص. كانت النتيجة بجد عجبتني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.